وفروهاشي النزيف بتاعه ما بيقفش. فروهاشي بيسأله انت مين، بيتحول لكياجو زي كافكا، ولكن هو مختلف جدا عن كافكا. رينو بيحاول يكلم الرقيب، ولكن الكياجو بيقوله أجهزة اتصالاتكم أنا كشفتها، وفي الحاجز ده يا صديقي الاتصالات بتتشوه. شكل الموضوع مش سهل المرة دي. بيصوب على رينو، بيديله واحدة والتانية وبيقع على الأرض، والكياجو بيقوله ما أنا شكلي مبعرفش أنشل ولا ايه، وصحابنا مش عارفين هيعملوا ايه. بيقوله انت شفت الضربات علشان كده اتفادتها. بيفكر في كلام شانوميا وهي بتقوله هو بيجمع الضربة في صباعه. الكاجو بيضرب ضربة ورينو بيخالف التوقعات، بيتفاداها وبيضرب عليه اللي كان بيصدها. رينو بيقوله فروهاشي روح انت اطلب المساعدة. فروهاشي بيرفض كده، ولكن انت فاكر ان الوحش هيسيبهم يتكلموا. بيضرب واحدة على فروهاشي، ولكن رينو بيلحقه قبل ما تصيبه في حتة خطيرة. بعدها كده فروهاشي بيستوعب الامر وبيمشي، ورينو بيكلم نفسه هو انه لازم يحمي اصدقائه مهما كان الامر، وبيفتكر كافكا لما دافع عنه، وبيضرب على الكياجو وبيتفادوا ضربات بعض. وفروهاشي بيكون ماشي وبيستغرب من القوة اللي عند رينو، وفي وسط ما كان رينو بيضرب عليه بيختفي وبيظهر قدامه فجأة وبيقوله شكلك عارف شوية عني. بيطلع أزرع زيادة، وشكل رينو مفيش مجال انه يهرب، ولكن بيحصل الغير متوقع. فروهاشي بينقذه على آخر اللحظة. رينو بيقوله انت مهربتش ليه عشان تطلب المساعدة؟ قاله لو كنت مرجعتش كان زمانك ميت. وبعدها بيهدوا كده وبيقوموا تاني للوحش، وصحابنا بيبدأوا هجوم، وبيضرب ضربة على فروهاشي لكن بيتفاداها. بعدين فروهاشي بيضرب ضربة عليه بتعمل تبطيء في حركته، ورينو بيكون بيجمع طاقته، وشكل رينو هيقضي عليه وبيضرب، ولكن الكاجو يستخدم جثث الهنوجي كحماية ليه، وبيطلع من وسطيهم وبيضرب على رينو عدة ضربات، وشكل رينو انتهى. النظام بيكلم الرقيب وبيعرف ان الاتصال اتقطع ما بين رينو وفروهاشي. بعدين شينوميا بتجري على كافكا وبتعرف كافكا ان الكاجو اللي هي حكت له عنه موجود هنا. بنرجع تاني ورينو بيقع وفروهاشي بيصرخ بكل قوته، ورينو بيبقى لسه عايش ولكن بيبقى متدمر حرفيا. فروهاشي بيضرب عليه ولكن الكياجو بيصد كل هجومه، وشكل الكياجو هيخلص عليهم. بيقوله يلا ننهي الموضوع، بيضرب في رينو والواد ولا حول ليه ولا قوة. وفروهاشي بيحاول يوصل للسلاح، بيوصل ليه فعلا ولكن بيكون خلصان. الكياجو بيقوله انا ما عدتش عايزك، وفروهاشي بيستسلم كده. وهل شكل دي نهايتهم؟ يلا قولها معايا يا صديقي. لا والله، كافكا بيديله واحدة بيطير راسه عن جسمه، وبيعتذر لرينو انه اتأخر. وفروهاشي بيتصدم. كايجو بيقول انت بقى الكياجو رقم 8، والكياجو لسه بيتكلم. كافكا حس ان الموضوع شكله هيطول، حط رينو على جنب وبيعتذر منه تاني. وكافكا بيروح ناحية الوحش، ورينو بيقوله خلي بالك، وبيقوله ماشي. والكاجو بيقوله ما تخيلتش انك تكون بالقوة دي، وبيقوله انا عايز استولي على جسدك. وبيقوله انت علشان تموت لازما قوة اكبر. بيطلع ازرع كتيرة، وكافكا بيجمع قوة كبيرة، وشكل كافكا مش قليل. بيصد كل هجماته بسهولة جدا، وكله بيتصدم حرفيا، وبينطلق عليه بسرعة البرق وبيديله ضربة بيطير طقم اسنانه. والكايجو بيدرك ان لو خد ضربة تاني مش هينفع بشيء. بيحاول يحط الجثث قدامه لكن كافكا بيخترقها، وكافكا لسه بيقوله دي النهاية، ولكن بيظهر اشخاص من الدفاع وبيبلغوا عن وجوده. بنروح لشينوميا وهي بتخلص على الوحش النص عليه، بتسمع النظام وهم بيقولوا على الكياجو الشبه بشر، والراكب بيسمع. وسط ما كافكا واقف الكاجو بيكون اتعافى تماما وقدر يهرب. بعدين كافكا بيهرب هو كمان، وبيكون ماشي كده وحالته بالبلا. بيحس بشعور غريب، بيلاقي الركيب وراه بيقوله اخيرا لقيت، وبيخبر الكل. ورينو وكافكا وشينوميا بيتصدموا، والراكب يبدأ هجوم عليه، وكافكا ما بيكونش عايز يقتل.
الركيب ما بيوقفش لحد كده، بينزل عليه واحدة ورا التانية وبيفضل يجري ورا كافكا لحد ما النواة بتاعت كافكا بتبان وبيقلق جامد، ولكن كافكا جسمه بيلتئم بسرعة، بس ده بيعمل تأثير على قوته. الركيب بيجهز هجوم على كافكا، بيهجم عليه واحدة ولكن دي بتبقى تمويه، تانية بوم والنصل بيترشق في كافكا، وبيكون بيجهز هجوم على الركيب لكن بيكسر النصل وبيهرب منه بلمح البصر. بعدين الركيب بيعرف النقيب ان الكياجو رقم 8 هرب. شينوميا بتبقى قاعدة وبتفتكر كافكا لما انقذها وهزم الوحش. بعدين كافكا بيجي وشينوميا بتبقى فرحانة كده، بيقول لها اسف اني قلقتك، والبت بتقول له ما كنتش قلقانة، وكافكا بيقع وهي بتسنده، بيقول لها اسف اني تركته يهرب، قصده على الكياجو. والرقيب بنشوفه قاعد وهو يائس كده انه معرفش يجيب كافكا، وبيعرف النقيب ان الكياجو اللي هو رقم 8 ما بيهاجمش الناس عشوائيين، وبيفتكر مواجهته معاه وبيكون مش فاهم هو محاولش يهجم عليه ليه. بعد كده شخص بيكتشف حاجة عن الكياجو اللي كان بيهجم وقت الاختبار، بيعرفهم ان ساعة ما لقوه كان بشكل بشري والكل بيصدم حرفيا. وبنشوفه بعد ما استحوذ على جثة الراجل ده وبيبقى بيفتكر هيئة الكياجو رقم 8 ازاي. بنروح لرينو وهو في المستشفى وجنبي كافكا وشينوميا، وهو بيقول لهم مسرور انكم بخير، ورينو بيشكروا على انقاذه. ولكن الصدمة لما بيعرفوا انه فروهاشي في السرير اللي جنبه، بيغيروا الموضوع على اخر لحظة، وفروهاشي بيقعد يمدح في الكياجو قدام كافكا، وصاحبنا بيبقى كاتم من الفرحة كده. فروهاشي بيلاحظها وبيقول له مالك في ايه. شينوميا بتروح مديله واحدة في ظهره كده، بيقعد ساكت. بعدين بقى بيخرجوا من المستشفى وزمايلهم بيكونوا محضرين لهم حفلة لخروجهم، وكافكا بيقول لهم يلا نبدأ بالأكل. بيلاقوا أشهى الأطباق معمول لهم، وبينما هما بياكلوا الراقب بيخش عليهم وبيحييهم على تنفيذهم للمهمة الأولى ليهم بكل نجاح، والكل بيبقى في قمة السعادة ومشهد يفرح الصراحة. رينو بيكلم الرقيب بيقول له أول مرة أشوف السعادة دي. الرقيب بيقول له لسه العرض هيبدأ، وبوم خناقات من هنا ومن هنا، ورينو بيبقى مصدوم من اللي شايفه. بعدين الجو بيهدى كده والرقيب بينادي على كافكا بيقول له نظرا لجهودك اللي انت بذلتها سيتم تعيينك ضابط بقوات الدفاع. ورينو بيبص لكافكا والكل فرحان كده. بعدين بيتعين رسميا. كافكا زي ما احنا عارفين بيتجوز الحدود وبينادلها مينا تاني. فكرك انها تسيبها في حاله؟ لا والله، بتديله عقاب 50 ضخ، والواد بيتصدم للمرة التانية فيها. وأثناء ما كان ماشي بيشوف الرقيب وهو بيتدرب تدريب مش عادي. كافكا بيتوتر وبيقع والرقيب بيلاحظه، وكافكا بيقوله بتعمل ايه. بيعرفوا انه بيبتكر وضعية جديدة علشان يخلص على الكياجو رقم 8، وصاحبنا بيتصدم من الناحية التانية وبيقول لكافكا ابذل جهدك علشان تساعدني في القتال، وهل الدنيا هتفضل لحد كده. بنشوف في اخر الحلقة شخص زي الكياجو وشكل الدنيا هتقلب تاني ولا هيقدر يسد قصاده. ده الملخص التاني، فلو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك. الاوضاع بتهدى، كافكا بيكون واقف على السطح بيشم شوية هوا، وفجأة بيقف بيلاحظ انه حاجة جاية، بيشوفها بيلاقيها اللي جه بالك يا صديقي. نيازك نازلة على المدينة بالكامل، وشينوميا بتصحى على اللي بيحصل، وزمايله بيصحوا هما كمان، والراكب بيتفزع من اللي بيحصل وبيحاول يعرف ايه اللي حصل. بيعرفوه ان تم عليهم هجوم من الكياجو بالعشرات منهم، وشكل الموضوع مش زي كل مرة، والكياجو مدمر الدنيا برا على الاخر بقذايف من اللهب بتدمر اي شيء يقابلها. والرقيب بيجهز القادة بتوعه وبيخبر البقية انهم يجهزوا، وكافكا بيبقى لسه مكانه مصدوم من اللي بيحصل، وبيشوف القاعدة وهي بتحترق والكياجو اللي عاملة زي التنانين. والرقيب بيكون مع شوية من الجنود بيعرفهم الخطة اللي هيمشوا عليها، وكافكا بيقول ان الكياجو دي لابد من ان حد بيتحكم فيها. وسط كل ده الرقيب بيشوف شخص جاي من وسط الدخان، وطبعا عارفين هو ايه. قولها معايا يا صديقي، كياجو من العيار التقيل. بيكلم الرقيب بيقول له انت اقوى شخص في القاعدة، والرقيب بيتفاجئ انه بيتكلم. بيرد عليه بيقول له النقيبة مش هنا. الكياجو بيرد عليه بيقول له اذا انت فارست. الرقيب لسه هيتكلم هوب بيهجم عليه واحدة والتانية وبيبقى جنبه. لكن فكرك الرقيب هيسيبه يضربه؟ لا والله،
بيختفي وبيظهر وراه. الكاياجو بيعرف ان الركيب مش سهل، بيعمل موجات بتتفاعل تنانين الكاياجو معاها، هوب بيهجم على الركيب وبيتفاداها، والركيب بيقول لنفسه ان لو خد واحدة من الضربات دي مش هيسلم منها. بيلتحموا بالهجوم على بعض، بيحاول يضرب بالنصل ولكن جلده بيبقى أصلب من الكايجو رقم 8، والعساكر من الناحية التانية بيضربوا في التنانين ما بيحصلهاش حاجة. بترد هي عليهم بهجوم، بتنسف كل اللي قدامها. بيقرروا انهم ينسحبوا مؤقتا ولكن مفيش مفر كمان انهم ينسحبوا، وبيبقوا مش عارفين هيعملوا ايه. كافكا بيكلم الجميع وبيعرفهم ان النواة ممكن تكون عند الرقبة، وبيحاولوا يقضوا على واحد من التنانين لسه بيجهز الضربة. بوم تنين تاني بيظهر وبيهجم عليهم لكن هو بيتفاداها على اخر لحظة، ولسه بيقولوا لبعض ما في سبيل انهم يخلصوا عليهم. شينوميا بتكلمهم وتقول لهم في طريقة بنشوفها بتجري بأقصى سرعتها تهاجمه، فكرك هتخلص عليه؟ نعم والله. بتديها له وبيترمي على الأرض وعلى وضعك يا باشا. وبنشوف السلاح اللي معاها لما خدته من الركيب، وبيكون مصنوع من جلد الكايجو ولكن ما بيبقاش عاجبها شكله. بعدين الوحش بيقوم تاني وشينوميا بتقوله اجهز لموتك. بيهجم عليها، بتكون هي فوقه، بتفعل الوضعية رقم 2 لسلاحها وبتدمر الوحش. بيهجم واحد تاني في نفس اللحظة، فكرك هتسوي عايش؟ لا والله. وبتديها له وبتخلص عليه، وفوراهاشي والجميع بينبهروا من قوتها. بتيجي تنانين تانية ورينو بيتدخل المرة دي، هو يجمدهم من هنا وشينوبيا يتخلص عليهم من هنا، والوضع آخر جمدان. بنعود من تاني للركيب والكاجو شكله صعب، وبيكتشفوا انه قوي جدا. الركيب بيتفاداه لحد ما بيجي لساحة التدريب، بيختفي وبيظهر بيديهاله ولكن الركيب بيسيب أثر فيه وبيفعل قوته، والقوة المحررة بتكون 92%، وشكل الدنيا هتولع يا صديقي. كافكا بيشوف زميلته هتموت، بيحاول جزء من جسمه لكايجو علشان يكون أسرع، بينقذها والبت بتشكره ولكن الوحش بيجهز ضربة تانية. بتيجي شينوميا بتهاجمه ورينو بيوصل وبيقول لكافكا ما تخاطرش بحياتك، وكافكا بيقول له تمام، والوضع بيبقى تمام التمام، والركيب بيبقى نازل تقطيع في الكايجو ولكن ما بيكونش سهل. بيجدد اطرافه اللي اتقطعت، والركيب بينزل فيه تاني وبيكتشف مكان النواة. بيفعل الوضعية رقم 6 وبيهجم عليه، بيقطعه ل20 حتة وكله بيفرح. فكرك دي النهاية؟ لا والله. بيتحول لشيء ضخم وبينفذ بخار بيغمر المكان، وشكل الوضع بيزداد صعوبة، والكايجو شكله مش سهل المرة دي. الركيب بيستخدم الوضعية رقم 3 ولكن فكرك الوحش هيأثر في الكلام ده؟ لا والله. وفجأة ركيب بينزف دم، أيوة ده بسبب إنه يستنزف الطاقة كلها اللي عنده، وبيخلي التنانين تهجم عليه. بعدين بيتسلق المبنى ده، بيحاول يهجم من ظهره، فكرك هيعرف؟ الكايجو بيديهاله، بيكسر بالمباني والكل بيبقى قلقان عليه. بنرجع بالزمن لورا وجده بيقوله خلاص السيف زمنه استخدامه انتهى، وانت لازم تشوف سلاح غيره علشان تقدر تنضم لقوات الدفاع. بنرجع تاني وبيقولهم انا بخير، وهو بيتحرك بالعافية. الكايجو نزل تكسير لحد ما لقاه وبيهجم عليه بالتنانين تاني، وبيفتكر كلام الشخص ده وهو انهم رفضوه بسبب انه ما عنده سلاح غير السيف. لكن بيجي عند النقيبة إشرو وهي بتقوله انا محتاجاك في القتال، وبيكون مذهول انها قبلته. بنشوفه نازل تقطيع فيه ولكن الكايجو بيمسكه وعمال يعذب، وكافكا كان هيتحول بسبب انه يخلص عليه لكن بيقف على اخر لحظة. والركيب بيقول لكايجو انا الكسبان. بوم فجأة ضربة بتسيبه. ايوه الركيب كان بيحاول يكسب وقت للنقيب وهو نفذ المهمة بنجاح، وبتكون هتجهز الضربة التانية لكن تنين بينفجر قدامها، والركيب بيقول هحاول محاولة كمان، وبيكتشفوا ان نواته في ظهره. وفجأة شينوميا بتهجم لكن ما بتخدش. الركيب بيقول لها اضربي على الجروح اللي انا هعملها، والموضوع بينجح فعلا، والنقيبة بتديله واحدة تانية والنواة بتتكشف. والركيبة بتحيي النقيب على اللي عمله وبتقول له انا كنت متأكدة انك قدها، وبتفعل قوتها القصوى وبتدمر ام الكايجو، والكل بيبقى مبسوط.
وبنشوفهم وهما مراهقين والرقيب بيشكر شينوميا على المجهود اللي بذلته، والنقيبة إشرو بتيجي وهما بيحيوها، وكافكا بيكون بيعيط من العظمة اللي شايفها. بعدين رينو بيقوله لازم نبذل جهدنا، ولكن الحلو ما بيندمش يا صديقي. بيلاحظوا شيء ضخم جدا في السماء وشكلها مبشرش بالخير، الكل مصدوم حرفيا من شكلها، ولكن بيحصل الغير متوقع وهو انه كافكا بيجري بسرعة وبوم بيتحول لكايجو، والكل مصدوم صدمة عمره. والنقيب بيقول في نفسه انا كنت حاسس بحاجة من ناحيته من الاول، وكافكا بيفتكر الجميع لما ساعدوه، ورينو بيقول له وقف، لكن كافكا ما بيسمعش، بيزود قوته لأقصى درجة ممكنة، وبوم ضربة بترفع للسما وهو بيهبط في الأرض، والنقيبة بتقول لهم انبطحوا كلكم، وبتعمل انفجار عظيم جدا. بعدين الأوضاع بتهدى وبيحصل اللي ما خطرش على بالك. النقيب بتقول لكافكا انت رهن الاعتقال، وكافكا بيستسلم، والناس دول بيبقوا بيتناقشوا على انهم هيعملوا ايه في كافكا، والراجل ده بيقول لهم انا هتصرف. بعدين بنشوف كافكا وهو بيكلم نفسه على انهم هيعملوا فيه ايه، وبيفتكر كلام شينوميا وهي بتقول له انهم يا يقتلوك يا يصنعوا سلاح من جلده. والنقيبة بتخش عليه تقول له قوم علشان ننتقل للمقر الرئيسي. كافكا بيحاول يكلم الرقيب، ولكن الرقيب بيقول له مش عايز اسمع كلمة منك. ووسط ما كافكا ماشي بيبقى عمال يلوم في نفسه ومش قادر حتى يبص عليهم، ولكن رينو بيقول له انا واثق انك هترجع لنا. والنقيبة بتقول له انا هديله عقاب 50 ضغط عشان يتكلم بدون اذن. والنقيبة بتصدمه بتقول له انا هجمع فيديوهات وادلة انك مش كياجو وانك انسان عادي. وبيقعد وبعد كده بتديله المحاكمة، لكن بيقول لها انا لسه ينفع اكون جنبك؟ بتقول له ايوه، وبتقول له انا في انتظارك. وكافكا بيعيط وحاجة تحزن الصراحة، وبيتحرك. وكافكا بيكون في مكان الحماية فيه بتبقى على أعلى مستوى، وزمايله بيكونوا زعلانين على الوضع اللي كافكا فيه. وبيجي واحد للرقيب بيقول له اللي هيحصل لكافكا، بيقول له لما واجهني ما كانش بكامل قوته، بيقول له هو فاكر نفسه مين. والرقيب شكله مش همه على حاجة وهم على المنافسة اللي كافكا اداله فيها على عينيه. وشينوميا بتكون قدام مكتب المدير بتدخل وبنكتشف ان ده ابوها، ولكن هي بتكلمه اكن مفيش اي صلة ما بينهم. بتقوله ما ينفعش نغير قرار ابادة كافكا لانه انقذ حياتنا. بيقول لها خدي شوف الصور دي كده، بتلاقي اشعة، وبيقول لها ان في صدره نواة ما بتكونش مصدقة. بيقول لها انه مش انسان بل كايجو، ومن واجبه انه يبيده. والمقابلة بتنتهي لحد كده، وشينوميا بتقول له قبل ما تمشي انها واثقة انه انسان. وكافكا بيقول لنفسه انه لازم يعدي الازمة دي على خير ويخرج من هنا في اسرع وقت. والنقيبة بتقول لهم احنا هننقل من هنا، ولكن ما بيبقاش عاجبهم الموضوع، والنقيبة بتصبرهم. واحد منهم بيقول لها انت بتعملوا كده عشان تعزلونا عن كافكا. بتقول لهم موضوع النقل ده بيتخطط له من زمان. وبينتهي اليوم على كده، وبنرجع لكافكا والرئيس بيخش عليه هو ومجموعة من الجنود، وشينوميا بتتابع من فوق. وكافكا بيقول له انا مش كايجو، ولكن هيهات هيهات لمن تنادي. بيقول لهم فكوا القيود. بيقولوا له ان ده الكياجو رقم 8. بيزعق فيهم وبيقول لهم انتوا فاكرين نفسكم بتكلموا مين؟ وشكل الرئيس مش سهل خالص. كافكا بيقوم وفاكر ان الرئيس هيسمع له، هوب بيرفع عليه السلاح وبيضرب عليه. وكافكا بيسد الطلقات بايده، وبوم الضربة التانية في بطنه، وبيقول له ان مفيش انسان يقدر يوقف الطلقات بايده كده. وكافكا بيبقى لسه مش عايز يعمل حاجة. والرئيس بنشوفه بيلبس في ايديه اسلحة خاصة لمحاربة الكياجو، والرئيس قوته بتزداد بشكل مأهول. بيقول هيتم التخلص من الكياجو رقم 8. كافكا لسه بيقول انا مش هتحول. بوم ضربة نازلة عليه ودراعه بيتقطع. لسه ما فاقش. بوم الضربة التانية، والرئيس شكله مش متهاون معاه خالص، والجو صعب يحتمل كده يا صديقي. وكافكا بيتحول لكايجو. بوم هجوم تاني عليه ولكن بيتفاداه. بس فكرك الرئيس هيسيبه في حاله؟ لا والله، بيديله ضربة وكافكا بيفوق منها قبل ما الضربة التانية تصيبه. وبيقول كده ان دي مش قوة عادية، دي قوة كياجو حقيقية.
بعدين الشخص ده بيكلم شينوميا وبيعرفها عن قوة الرئيس، بيقولها ان كان في كاياجو ظهر في التسعينات وهجم على المدينة وكان عنده قوة تدميرية كبيرة جدا، والاسلحة اللي بيستخدمها الرئيس مصنوعة من جلده، وده بيفسر لنا هي قوية كده ليه، ومش مديله فرصة خالص انه يتفاداه، وبيقطع الاطراف لكافكا وحالته بتبقى بالبق، وبيبقى هيدي ضربة لكافكا تخلص عليه، لكن قوة كافكا بتصحى وبيصد الضربة وقوته بتزداد اضعاف، والرئيس كده بيخلي مسافة ما بينه وبينه من اللي هو شايفه، ولكن كل اللي بيحصل خارج محض ارادة كافكا، وبنشوف الكايجو اللي جواه بيقول له اقتلوه، وكافكا مش عارف يتصرف في جسمه خالص، وبيبقى وحش كاسح وبيهجم على الرئيس. بنروح بعد كده لزميله رينو، بيبقى بيتمرن هو وفروهاشي. فروهاشي بيسأله انت مش قلقان على اللي هيحصل في كافكا، وكمان انت وافقت انك تروح قاعدة تانية؟ بيقوله ليه انت قررت انك تعمل كده؟ رينو بيقوله انا عايز اكون اقوى، وصاحبنا عامل زي صاحبك الغيور. بيقوله ما انت ممكن تبقى اقوى هنا. رينو بيقوله ايوه بس هناك هكون اقوى علشان احميه مش هو اللي يحميني. فروهاشي بيقوله هو ممكن يرجع. بيقوله انا واثق انه هيرجع، وبعدها بيقول له وانا برضه لازم اكون اقوى، وبيشتعل حماسه وغيره برضه. وبيجي 3 من زمايلهم بيقولوا لهم ان النهارده هيحكموا على كافكا، والنقيبه ايشرو جمعت بعض من المستندات اللي هتثبت ان كافكا انسان، وبنشوفها ماشيه في المقر وبتطلب الاذن عشان تتكلم. النظام بيقول لها الرئيس بيفحص الكايجو رقم 8. لسه بتسحب كرسي عشان تقعد، النظام بيقول لها انت مالكيش مقعد، وبتستنى وهي واقفة. بنرجع تاني لكافكا، ولكن الكايجو بيكون مسيطر على جسده بالكامل، وكافكا مش قادر يتصرف، والكايجو من بره بيبقى نازل هجوم على الرئيس، وبيدي ضربة بيتقسم لنصين، لكن بيتجدد تاني وبيفضل نازل هجمات مميتة، والرئيس بيجري بصعوبة، وشينوميا بتبقى قلقانة على ابوها وبيبعد عنه، وبيجهز هو كمان ضربة بيديها له، والراجل ده بيقول الضربة كفاية انها تنسف، ولكن النواة ما بتكونش فيه، بتتجمع وراه وهوب ضربة، ولكن الرئيس بيقف قصادها والهجوم بيضرب نار، وشينوميا بتنبهر من قوة ابوها القتالية. والراجل ده بيتكلم انه الرئيس كان قدامه يخلص عليه وهو بشري، ولكن شكله هو بيستفز الكايجو لسبب انه عايز يشوف كافكا هيقدر يمسك نفسه لما يتحول، ونازلين طحن في بعض وضربة خطيرة بتسيب الرئيس، ولكن هو بيقوم تاني. بس بيحصل اللي ما كانش لازم يحصل، تحول كافكا الكامل لكاياجو، وكافكا من جواه مش قادر يتحكم في جسده، والرئيس بيهجم تاني ولكن مفيش فايدة، بيضطر يستعمل قوة الكايجو رقم 2 كاملة. ولكن فكرك ده هيأثر على كافكا؟ لا والله. بيرد عليه بهجوم بيجيبوا الأرض وبيمسكوا وبيخبطوا في الحيطة، والشكل دي نهايته ولا ايه؟ وكافكا بيكون شايف الموضوع ده من جوه، ولكن ما بيكونش قادر يعمل اي حاجة، ولو فضل على الحال ده الرئيس هيموت. وشينوميا بتشوف ابوها وما بتبقاش قادرة تمسك نفسها اكتر من كده، وبتفتكر لما قالت لكافكا ان لو بقى كاياجو بيهدد البشرية هتقتله، ولكن هي بتثق فيه اكتر وبتقول له ما تستسلمش بعلو صوتها. كافكا بيعافر من جوه، ولكن وحش الكاياجو بيبلعه، والرئيس بيقول انا كان نفسي انك ما تكونش كاياجو. وهاد شكل الدنيا انتهت لحد كده، ودي شكلها النهاية. كافكا بيشوف نور، ومن وسطيه مينا بتمدله ايديها بتقوله انا في انتظار، والكايجو من بره بيكون بيجهز الضرب، تجهز علشان تدمر الرئيس. الضربة في نفسه، واخيرا كافكا بيسيطر على الوضع، وبيقوله انا مش كايجو انا كافكا، وبيغمى عليه بعدها، وبيكون واحد هيخلص عليه، لكن الرئيس بيقول وقف وعالجوه. بعدين بيقول انه كيبا ايشرو الرئيس انتهى من الفحص. بيقولوا لها انت على معرفة كافكا قبل ما يتقدم لقوات، بتقول لهم فعلا، وبتقول له ان هو خاضع الامتحان زي اي حد متقدم للدفاع، وما اديتوش اي معاملة خاصة. بعدين بيقول لها ان شهادتك مش هتأثر على حكمنا ليه، ومش عايزينك تحسي باي ذنب للي هيحصل فيه. بتقول لهم علم. بعد كده بيقولوا لها اتكلمي، بتقول لهم انا هسيب الاخصائيين يحددوا اذا كان هو
كياجو ولا إنسان، وبتعرفهم إن بعيدا عن ده كله فهو ساهم في جميع المعارك اللي خاضها وحماهم من الهجوم ضد الكياجو رقم 10 وأنقذهم من الإبادة. وغير كده هو بيقدم المساعدة للآخرين بعيدا عن مساعدة نفسه، وبتفتكر ذكرى ليها وهم صغيرين وهو بيحاول إنه يخفف عنها، ولكنهم بيتشاركوا الدموع مع بعضهم، وبتقولهم إنه بيتمتع بإنسانية كبيرة وده بيأكد إنه عنده قلب. وشوية منهم ما بيكونش عاجبهم الكلام إن عنده قلب، والرئيس بيقول لها شكرا على رأيك وعودي لموقعك، وبتقول له علم. وكافكا بيكون بيتعالج بعدها بيفوق والرئيس بيبقى جنبه. كافكا بيتفاجئ والرئيس بيقول له استريح انت، وبيقول له طالما انا لسه حي يبقى انا لسه في قوات الدفاع. بيقول له اسمع الخبر ده، انت لو كان جواك قلب انسان كان زمانك ميت، ولكن انت كايجو ولسه تحت الاختبار. بنشوفهم بياخدوا قرار هم هيعملوا فيه ايه، وبيصدمهم انه هيفضل حي وهيتم استخدامه كسلاح حي، والكل بيبقى معترض. لكن بيفكرهم باللي حصل مع الكياجو رقم 6 ساعة ما دمر معظم المدينة، وبيقول لهم لو موتناه وعملنا سلاح منه مش هينتج القدر ده من الطاقة. بعد كده بيقول له لو انت عايز تفضل اثبت لي جدارتك. وكافكا بيقول له انا خليك تقبلني كضابط بأعلى كفاءة. وبتوصل رسالة للكل انه كيبا وشينوميا ورينو وفوروهاشي وزمايله التانيين وبيبقوا فرحانين على الاخر. وبنيجي نعرف ان مضمون الرسالة دي انهم عفوا عن كافكا من الابادة. وبنشوف في اخر الحلقة الكياجو اللي كافكا واجهه قبل كده، وبيقول انا لازم استعيد الكياجو اللي انضم لقوات الدفاع، وشكل الوضع هيتقلب 360 درجة. وهل الحال هيقف لحد كده؟ ده الموسم الاول واحنا في انتظار الموسم الثاني. فعايزة كده يا صديقي تحط اللايك والاشتراك الجمال اللي بتوعك، وعايز اعرفك انك الصورة عشان وصلت لاخر الحلقة. واقول لكم حاجة اخيرة ومع السلام. سلام.